لحد دلوقتي فكره ان يبقى في ناس عارفه تشتغل على الموبايل في ميدل ايست مش كتير. ليه؟ لان الموضوع صعب ان انا اتعلمه لوحدي. صعب ان انا اجيب ريسورسز واقرا واشوف فيديوز او اسمع بودكاست واروح اطبق مع نفسي. ليه؟ لان انا لازم اطبق على موبايل ابلكيشن. موبايل ابلكيشن عشان اعمل موبايل ابلكيشن ده اقل حاجه يعني ادفع 200 300 الف جنيه. فانا احنا بنتكلم في سنه كام برضو؟ لا دلوقتي يعني دلوقتي. لو جبت ايجنسي يعني فيها شباب بيعملوا كودينج ممكن اخد الرقم ده. ف انا دلوقتي لو انا عايز اتعلم اي كوميرس هجيب ريسورسز اي كوميرس واروح افتح ويب سايت بكره. هنزل اجيب برودكتس من العتبه بالويب سايت بكل حاجه مش هتكلف 2000 جنيه. لكن لو انا عايز اتعلم موبايل ابلكيشن الموضوع مكلف جدا علشان اطبق اللي انا اتعلمته ده على موبايل ابلكيشن حقيقي، والشركات مش عايزه تجرب مع ناس ما اشتغلتش قبل كده. فالموضوع فيه صعوبه من ناحيتين، اللي هو الشركه خايفه تجيب حد ما جربش فيجرب فيهم ويطلع مش الموضوع مش احسن حاجه فيبتدوا يدوروا على حد تاني، والناس مش عارفه تجرب على البرودكتس بتاعتها او على الابلكيشنز بتاعتها، فمش عارفين يكتسبوا النولج من الحاجه النظري او من الريسورسز النظري. فعلشان كده العدد قليل اللي بيشتغلوا على الموبايل، ففي فرص كتير ان الناس تشتغل في الحته دي، لان الشركات كلها دلوقتي بقت عندها موبايل ابلكيشن حتى اللي هي مش بيزد على موبايل اب بقت عايزه تعمل موبايل اب. كل الريتيل بيحاول ينقل دلوقتي للموبايل. كل الاي كوميرسز الكبار الجاينتس بقى امازون ونون وجوميا هو تقريبا الموبايل بيمثل النسبه الاكبر من السيلز بتاعتهم.